أما حديث معاذ رضي الله عنه فأغلب الناس اليوم يحفظون هذا الحديث، ولكن لم ينظروا إلى ما بعد هذا الحديث ولا إلى ما قبله. فمعاذ رضي الله عنه عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء كان يصليها فرضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه بعد أن يمضي ثلثا من الليل، أي يرجع إلى قومه متأخرا فيصلي فيهم، فتكون لمعاذ نافلة ولقومه فرض، فكان يصلي فيهم ويقرأ بالبقرة كاملة. فلذلك يعني بعض الناس اللي كانوا يصلون خلف معاذ أنكروا عليه وذهبوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أفتان أنت يا معاذ. فهذا الحديث يعني يستدل فيه الناس، ولكن يعني لو نظرنا إلى قصة هذا الحديث لا رأينا أن الوضع يختلف تماما. طيب شيخنا، موضوع الصغار في المسجد، الأطفال، البعض يشتكي منهم لأنه دائما إزعاج، والبعض يؤيد لا يا أخي خلهم يتربون على المسجد. نبي التعامل صحيح مع الأطفال. بالنسبة لهذا الموضوع يعني أغلب الآباء يعني هداهم الله قد يعني يكون أن يحرص أن يصطحب ابنه إلى المسجد، فهذا عمل يعني يشكر عليه وجزاه الله خير، ولكن في هناك أمر يعني قد غفل عنه يعني كثير من الآباء، أنه ما يعلم يعني ابنه حرمة المسجد، أو أنه يراعي يعني آداب المسجد. فيجب على الأب يعني قبل أن يصطحب ابنه إلى بيت الله عز وجل أن يعلم آداب المسجد، وأن يغرس في يعني قلبه الهيبة والخوف من الله عز وجل داخل المسجد. فأنا أضرب مثال يعني بسيط، يعني دائما يعني الأطفال الصغار الآن لما نقول لهم مثلا مخفر ولا شرطي، ايش يحصل فيهم؟ يعني يحصل فيهم الخوف. ليش؟ ايش السبب يعني في ذلك؟ تربى على هذا. تربى على هذا. فلو كان يعني الابن من الصغر يتربى على أن هذا المكان مكان مقدس، وأن هذا المكان يعني أن الله عز وجل ينظر إليه وإلى أفعاله وحركاته، لا تأدب الابن يعني في آداب المسجد. طيب شيخنا، مناسبة الحديث عن الآداب، نبي أبرز الآداب العامة، مو شرط للصغار فقط، حتى للكبار، اللي تحس أنها فيها إخلال نوعا ما من قبل المصلين. والله غالبا يعني أو يعني أكثر الإخلال خصوصا يعني في هذا الزمن وهذه الأيام، إن بعض الناس استهانوا يعني بحرمات المسجد بدخول الأجهزة النقال فيها أحيانا أصوات الموسيقى والمزامير إلى داخل بيوت الله عز وجل. فهذا الأمر يعني أصبح يعني شبه كل صلاة نشاهد هذا المنظر. يعني بعض الناس يدخل المسجد ويعني سبحان الله يترك يعني تلفونه يعني من بداية الصلاة إلى آخرها دون أن يراعي يعني آداب. فأنا دائما أضرب مثال يعني لمصليني، لو أن إنسان يعني أخذ مسجل أو وحط فيها شريط أغاني وأدخلها إلى المسجد، يعني إيش يفعلون؟ مستنكر هذا فعلا، أمر مستنكر. فاللي يدخل يعني تلفون وفيه موسيقى داخل المسجد يشبه هذا الفعل تماما. طيب شيخنا، ودنا كلام يمكن خاص يكون لأئمة المساجد أو حتى بعض المصلين جزاهم الله خير المداومين، مثل ما تفضلت في بداية لقائي معك، اللي هو إنه يكون له دور ونشاط. ودنا شنو بعض الأنشطة اللي تكون بارزة أو الأدوار الواضحة اللي ممكن تجذب الناس خاصة الشباب منهم إلى المساجد؟ أهم شيء أو أول شيء يعني أوصي فيه وهو القرآن الكريم. أن يكون دور الإمام بارز. أولا يجتهد الإمام بأن يكون في المسجد حلقة للقرآن الكريم ويعلق الناس بكتاب الله عز وجل، فهذا أهم أمر. فالله عز وجل قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهذه هي أعظم تجارة، أن يعلق الإمام المصلين بكتاب الله عز وجل سواء في صلاته وكذلك في حلقات القرآن. فهذا يعني أهم ما أوصي فيه. جزاك الخير. احنا يعني حقيقة ودنا الموضوع يطول معك شيخ مشعل، لكن يمكن الوقت تداركنا. حقيقة نشكرك على يعني تلبيتك للدعوة وحضورك إلى هذا المكان، وعسى الله سبحانه وتعالى يوفقك في المسجد، مسجد ضاحية الرقة،
ويعني إن شاء الله الختمات مستمرة في رمضان، ونسمع إن شاء الله كل خير عنك وعن اللي معك، وعسى الله يهني المصلين فيك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير على حسن ضيافتكم. الله يبارك فيك، الله يجزاكم خير. أعزائي المشاهدين، خلكم معنا بعد هذا الفاصل لنواصل الحديث مع نجم آخر من نجوم رمضان والأئمة القراء. تابعونا. صرفت إلى رب الأنام.